يعني الحمد لله. والحمد لله. الموضوع قالوا انه في 4 بنات مذبوحات ومرميات رؤوسهن في مزارع داخل صنعاء القديمة. ما صحة هذا يعني؟ ما بش 4 بنات. يعني هو من صفتها المرتزقة والإعلام انهم والعدوان يكبروا اكيد. يجعلوا من الأحباء قبة، من الأحباء 4. 4 خلوا جمالها عندهم. إذا بتحدث البنت نفسها يعني ما هو شيء بصمي الاختطاف، مثلا نقول اختطفها من الشارع ولا مشت بنفسها بإرادتها؟ هي بإرادتها، ممكن نتعرف عليها عبر التلفون وعبر برامج تواصل في الإنترنت، متعرف عليها بعد يعني مدة قريبة تعرف عليها وقد التقى بها قبل هذه المرة. أقواها أغواها مرة. وعلى النساء لا يصدقين أيوه. قامت تتواصل به وهي في الفرزة الذي هو ميدان الشهداء. تواصلت به هذا القاذ، تواصلت به قالت له نعم، وجاء الفرزة شل الولد شل الشنطة، ويعني بينهم علاقة سابقة. ما هو انه عادوا عرفها أول مرة. يعرف الشخص لو ما يتلاقوا أول مرة يعرف انه هو هم متعارف. اعترف بهذا الأشياء. أكيد اعترف. إذا شكرا على جهودكم هذه العظيمة الأمنية الذي أظهرتوا السر للعلن. وبقي معانا نقول لك ما نصيحتك للنساء لما تتواصل مع رجل غريب لا هي دارية بسلوك ولا ابن منه ولا كذا، ولا ولو حتى مع رجل معروف وهو مش من محارمها، نصيحتك ولا أولياء الأمور؟ أول شيء احنا ننصح أولياء الأمور. أولياء الأمور لا هم بالشكل الذي يحزبوها على الولد والبنت. لو ما يجي يذبح حالة شك داخل البيت يخلي الأمور تحت الرقابة الذي تعودنا عليه بفضل متابعة في الصلاة، متابعة في الأمور الدينية، في الالتزام الذي كان يتابعنا أبي وجدي من زمان، يعني كانوا متعودين احنا عليه. الناس قد نسيوا. لا يزيد التشكك ويقوم يفتش ويقوم يبعسس لو ما يخلق حالة شك داخل البيت. لا ما يرويهم الطريق. لا ما يوريهم الطريق. بالعكس المتابعة، هل بصلى، من بيساير، من بيصاحب، معاه من بيجلس، يهم بيروح، ويهم بيجلس، معاه من بيخزن إذا كان بيخزن، معاه من بيخرج، هم بيسير، هذا المتابعة أمام الله أول حاجة. أمام الله ومسؤول. حتى ولو ما لقيش ذيك الساعة جواب من ابنه ولا من بنته، لكن المتابعة في هذا الأمور بتنفع. احنا من خلال الجرائم التي حصلت معنا، مثلا جرائم انتحار، جرائم ابتزازات، جرائم كلها من البعد من الله. بنجي نسأل الأزر يا أخي ابنك بيصلي قال ماشي، يا أخي بنتك بتصلي قال ماشي. الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، بيجي والإنسان محصن من خلال الصلاة. التمسك بالدين. الله التمسك بالدين. وأما بالنسبة للبنات يحبرين بهم بيبسرين هذا الجنان وما بيوصل لها الغوات. وما نقولش إن هؤلاء البنات مش هم بنات، أكثر الجرائم هذه بيحصل من هؤلاء هم بنات. بنات بس هو ضحك بداية تاغر قصتها إنه مجبر في التلفون، بعدها بيوقع في الواقع في الخارج في الشارع، وبعدها بيوقع مقابلة، وبعدها من هذا. بعدها ابتزاز، بعدها غير. بعدها ابتزاز، بعدها موت، بعدها قتل، بعدها من هذا. وعلى فكرة يا فندم أنا أحب أذكر إنه أغلب في بنات ابتزنهن بنات أخرى يعني. نعم في بنات شيطانات يعني بياخذين أرقام ويوزعنهن وكذا فلا يأمنن. وحصلت جرائم إنه بعض الشباب القليل الحياة اللي ما عنده دين بياخذ من تلفون أختها أرقام صاحباتها ويبدأ. فلا بد من البنات أن يعقلن وحتى العيال والشباب. للأمانة أنه أوضحت هذه المشاكل وهذه الجرائم ما يقوم بها الأمن، منع سفر المرأة من محافظة إلى محافظة بدون محرم. فللأمانة هذا قرار صائب أعتقد، مش أعتقد أؤمن به أنه صائب. لو ما تسير المكلف وحدها بتشوف لأن هي من عاداتنا وتقاليدنا هكذا. عاداتنا وتقاليدنا وديننا ما يجوز شيء تصير تحج قدوا لا بيت الله لا بمحرم. ما بالك لما تسافر لا عدن ولا من عدن الله صنعاء بدون محرم مع صاحب الباص مع صاحب الناس ما يستووا باخلاقهم ولا يستووا بعاداتهم وتقاليدهم ولا يستووا حتى بدينهم. كل واحد حد متدين وحد ما فيش دين. من البيت الواحد تلقى السيء والمحترم. إذا شكرا جزيلا لكم، شكرا ليقظتكم الأمنية، شكرا لجهودكم، وإن شاء الله
بعقوبة هذا الشخص وبالعقاب الذي سيناله سيرتدع من تسول له نفسه. يكفه العقوبة الحدية الحد الذي سيقام عليه، وأيضا الخزى بين الناس. الحين ما عاد قيمته في المجتمع بعد ما يقوم وأسرته وسبب يعني حاجة كثيرة للمجتمع. بدل ما كانت دائرة مغلقة وكان في جريمة صغيرة أصبحت يعني فنسأل الله السلامة للمجتمع ونسأل الله ونكون سندا للأمن. فالأمن هم بعد الله يعني حافظوا على قيم المجتمع، وهذا من هذا الناس ومن هذا الفيروسات الذي بتنخر في ظهر المجتمع. شكرا جزيلا لكم. العقيد مختار النجار مدير منطقة الصافية الأمنية، شكرا جزيلا لكم.